اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم فيديو جديد، والنهارده هنعمل الزيتون المخلل. معايا 2 كيلو من الزيتون التفاحي، غسلتهم كويس جدا وسبتهم يتصفوا وينشفوا من ميتهم. وبعد كده هجيب معلقتين من العصفر ومعلقتين من حبة البركة. العصفر وحبة البركة بتبقى موجودة عند العطار. احط عليهم حوالي ربع كيلو من الجزر المبشور، وهحط عليهم كمان ربع كيلو من الفلفل. ده فلفل احمر واخضر حامي. لو انت حابه تخليه نص رومي ونص حامي مفيش مشكله. هنضربهم كويس جدا في الكبه، وبعد كده هننزل بيهم على الزيتون. هنمسك بقى كل الحاجات دي كلها، المكونات دي كلها، وهنقلبها مع بعض. اهم حاجة ما تخليش ايدك بقى تلمس الفلفل الحار دوت، علشان هو بصراحة بيولع الايد، او يا اما تلبسي جوانتي يا اما تقلبي بمعلقة كبيرة زي كده. وبعد ما قلبت كويس جدا جبت برطمان، غسلته كويس من جوه، سبته ينشف خالص، ولو ما نشفش نشفيه انت بمنديل. وعبي بقى فيه كل المكونات اللي احنا حطيناها ديت. هو انا البرطمان بتاعي كبير قوي، فما فيش مشكلة يعني، عادي هينفع. احط عليهم بقى نص كوباية من الليمون، ده انا عصراه على العصارة. وبعد كده بقى هجيب 2 لتر من المية، يعني 8 كوبايات. كله طبعا من كوباية واحدة. هحط عليهم طبعا المية دي مغلية وباردة خالص، سيبها لما تبرد. احط عليها كوباية ملح ومعلقة خل، معلقة خل كبيرة ومعلقة سكر كبيرة ومعلقة ملح ليمون صغيرة ومعلقة كركم صغيرة. هنقلب كل الكلام ده كله مع بعض. اهم حاجة المية بتاعتي تكون مغلية وبرد تماما. هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا، وبعد كده هنزل بالمية بتاعتي على الزيتون اللي في البرطمان. هغطي بقى الزيتون بالمية، اغطيه بالمية خالص، وابدأ اضغط بيه كده بالمعلقة بتاعتي لتحت علشان اتأكد ان كل حاجة وصلت. طبعا ده قشر الليمون اللي انا عصرته. احطه بقى على الوش عشان لا قدر الله لو حصل عفن او حاجة، الليمون بس هو اللي يعفن، فكده كده هيترمي. مش حابة تخليلي بقى ليمون معاه خليلي. ولو انت اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تختاروا الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل